واخيرا خلصت. مش مصدق خالص بصراحة. هو يعني هو يعني مفروض ان دي اول تجربة ليا في الفلوج. من الحاجات اللي انا كنت ناوي اعملها من زمان قوي، اللي هو من سنين، ان انا اعمل فلوجز ما تكونش فلوجز كده وخلاص، اللي هو يبقى ليها رسالة او هدف معين عايز احطه في الفلوج. وبصراحة دي من الحاجات اللي بتشغلني، ولما بتشغل بيها ببقى مبسوط، لان انا دايما بحس ان انا عندي طاقة زايدة، فمحتاج ان انا اطلعها في حاجة معينة، وعندي افكار برضو عايز اخرجها. فدي من الحاجات اللي انا بصراحة مبسوط بيها، وحاسس ان انا عايز اعملها. انا بجرب الميكروفون الجديد. كنا نزلنا انا وصلاح صاحبي، جبناه وكده، بحيث ان انا قلت له ان احنا عايزين نعمل فلوجينج، فهو شجعني بصراحة ان انا اجيب ميكروفون وبتاع. فيعني ربنا يكتب لنا فيه الخير. كنت بعمل دلوقتي ايه؟ كنت بستادي ستريم. ودلوقتي المفروض فترة اللونج بريك، بنقعد نص ساعة ما بين المذاكرة. طبعا انا عندي مذاكرة يعني لا تنتهي، لا تنتهي خالص. بيقول لي 5 بالظبط، عدى ربع ساعة ولسه ما جاش. صلاح، انت فين يا صلاح؟ دي اللي 5 بالظبط. بس يا جماعة فاضل ايه؟ فاضل 3 دقايق يا جماعة. فاضل 3 دقايق، المفروض ارجع تاني اذاكر. ده انا حتى يعني انا ملحقتش اعمل حاجة. النص ساعة دي هتيجي، اقول لكم انا اعمل ايه. هطلع اجري. حرفيا هطلع اجري، مش هتكلم مع حد خالص، مش هرد على حد، هطلع اجري. انا تحت البيت يا هيم، تحت البيت بقالي فتره عمال ابعت لك تليفونك غير مش مجمع، ولا انا تليفوني مش مجمع. يا صلاح ابعت لي على الواتس، يا صلاح ابعت لي على الواتس. ماشي، انا نازل لك. اهم حاجه المفتاح بتاعنا عشان ما نتسوحش. فرحان جدا على فكره. اصلا انا كنت يعني من زمان بفلوج، من زمان جدا. وقعدت مثلا اللي هو فتره سنتين مثلا ولا حاجه ما مسكتش الكاميرا اصلا. كنت حاطط الكاميرا بتاعتي تحت السرير. فانا فرحان بمسكة الكاميرا تاني. صلاح هيتصدم دلوقتي، هيتصدم. وبعز الليل انا غنيت. ازيك يا السلام صلاح؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه وعامل ايه يا خليلي، واخبار الساعة عاملة معاك ايه؟ وحشني يا خليل، تعالى خش انت جوه اكتر والله. عشان البرد اللي احنا فيه ده. انا كنت المفروض البس حاجه بس ما لحقتش. كنت بجرب الكاميرا عليك. انت حاطط الزلط بس. بيجرب يا جماعه، اقول لكم بيعمل ايه. بيجرب، عارفين حوارات الاسمر دي اللي هو الناس بتقعد تعمل كده على المايك وبتاع، فهو شاف الفيديو ده من ساعتها هو مهووس بيه. كنت بجرب المايك صراحة، الصوت بتاع المايك وكده يعني. انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. اخبار الستريم بتاعك ايه؟ الستريم كويس، بس دلوقتي هتلاقيني متأخر عليه. ليه بقى؟ لا عادي، آه متأخر، احنا قاعدين مع بعض. المشكلة يا جماعة في حاجة. الشخص ده الوحيد اللي انا ما اقدرش اقول له لا، بجد. بجد هأحرج لو انا ما اقدرش اقول له لا بجد، عشان ده خليل. خليلي. بعدا على الطريق اشتكي. هتقعد يا عم. نجري نجري. وهو ده اللي بيحصل على طول عشان نلحق الستريم. للأسف بتيجي فترة الكلية بتبوظ كل حاجة. نومك بيبقى بالنهار أو ما بتنامش أصلا، حاجات غريبة كده. المهم إن يومك بيتشقلب. فيا جماعة بجد، من واحد مجرب، لو انت بإيديك ان انت تظبط نومك، تقدر تظبط نومك. حياتك ممهدة ان انت نومك يبقى متظبط، بحيث ان انت تصحى مثلا على صلاة الفجر او قبل صلاة الفجر بشوية، تصلي الفجر وتبدأ يومك، تروح جامعتك، تعمل اي حاجة وتيجي تكون مخلص كل حاجة بدري. يا ريت تعمل كده. انا للاسف مش عارف اعمل كده، لان انا بسافر وبركب باص، وفي وقت ضايع كتير من يومي، ولو ما سهرتش بالليل عشان اذاكر مش هيبقى عندي وقت ان انا اذاكر، فلازم اجي على نفسي في نقطة زي كده. لو حد
يقدر ان هو يظبط نومه بحيث ان هو يكون بالليل او ينام بعد العشاء، حتى يصلي العشاء يجي يعمل اي حاجة، مثلا يتعشى، يصلي ركعتين قيام ليل، وبعد كده مثلا ينام ويصحى قبل صلاة الفجر. ياه على الإحساس والراحة النفسية والجمال والبركة في الوقت والتركيز اللي ما بتبقاش عارف هو جاي منين، والكمية الراحة النفسية والأكسجين كده اللي في الجو بتاع الصبح ده. بجد الموضوع يستحق ان انت تجرب، ويستحق ان انت لا تجرب كتير لحد فعلا ما تتعود ان انت تصحى بدري وتنام بدري. يعني انا مستني الاجازه بفارغ الصبر عشان بس ارجع انام بدري واصحى بدري. يعني الناس بتحب السهر وبتاع، لا ده انا وصلت للمرحله اللي هو انا بقيت عامل زي الناس العواجيز. صحابي كانوا متضايقين مني. صلاح، ايه يا صاحبي؟ عايز اسالك سؤال. اتفضل. اللي وعدك بالبقاء بقاء لله يا غالي. شاطر يا صلاح. ودي. انا مش خايف على كوكب الارض من بعدي عشان انت موجود فيه. حبيبي وريث العرش بتاعك. ما بيهمنيش من حد، انت عارف. لا عشان صراحة الناس ما ينفعش تصور المنظر جميل جدا من كده. غير بص ناس. بقى اهو، بص كده. هات كده. استنى ناخد كادر كده. لا تنحني هب النسيم ومال غصنك مثله. أين الزمان وأين ما وعدتني. ليه يا ابراهيم؟ هجيب اللينس التاني اعمل بيه يا صلاح. نصور بيه. مش عايزين نصور بيه كل حاجة. ان احنا نصور صور. انا اصلا والله انا جبت الكاميرا عشانك، بس عشان انت قلت لي هات. يا عارف مسكة الكاميرا دي حوار بجد. انا كنت متعود ان انا امسك الكاميرا، انا دلوقتي مستغرب والله. اعمل معاه صلاح حوار عميق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ومعاكم الدكتور إبراهيم بدر مع أسئلة صباحية بعد مذاكرة دامت ل9 ساعات. أحب بقى الأول أتشرف ببعض من خبراتك في لا قول المذاكرة دامت 9 ساعات. انا راجل إيه متواضع. إحساسك؟ احساسي عادي على فكره، ولا كاني ذاكرت اصلا. يعني ما حسيتش إنك أنت أنجزت؟ لا. طب ليه؟ هل كده الاستنين بيقول عليك بحاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ لا هو كده حاجه كويسه. ليه؟ لان من غير ستريم او يمكن من غيره ما كنتش ذاكرت اصلا خالص. أنت كنت بتذاكر إبراهيم حتى من غير الاستنين. ما كان ايام الامتحانات بس يا صراحه. انا عايز اخلي المذاكره عاده. وبعدين بص، اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي هي ايه؟ ان انا اتشغل عن الافكار السلبيه والحاجات واي حاجه عايز تضايق. تشغل نفسك بما ينفعك. بالظبط. طيب ايه عايز تعمل ايه قدام؟ ايه طموحاتك قدام؟ طموحاتي قدام عارف، من فتره مش بعيده كنت متعلق بحاجات كتير قوي في الدنيا بجد. بس في شويه احداث حصلت كبرتني كتير. يعني حسيت ان انا كبرت فعلا، حسيت ان انا كبرت جدا. حسيت ان انا نضجت. يعني السنه دي فعلا كان ليها تاثير قوي عليا. عارف انت، مش هقولك ان انا ما كنت طايش مثلا او مش فاهم، لا انا كنت عاقل الحمد لله. كنت فاهم يعني ايه حياه ويعني ايه دنيا ويعني ايه يعني ايه علم. فاهم الحاجات الكبيره دي في الدنيا. بس مش عارف، جايز تقول كنت متسرع شويه او ما كنتش خدت لسه الخبره في الحياه وما كنتش خدت الصدمات. فحاسس ان انا دلوقتي فهمت شويه حاجات. طب بتصور مين يا صاحبي؟ بتصور حد جنبي هنا؟ بس يعني
فما عادش في قلبي حب الدنيا ده، اللي هو عارف انت عايز افيد الناس، وانت عايز احب الناس والناس يحبوني، وعايز اخرج من الدنيا على خير، مش عايز ازعل حد مني بقدر الامكان. بحاول ان انا ما ازعلش حد مني بقدر الامكان، يعني ما اعتقدش دلوقتي ان في حد زعلان مني، الحمد لله. وبحاول ان انا ما ابقاش زعلان من نفسي، يعني بحاول ان انا ابقى متصالح مع نفسي. وان سافر رايح فين؟ مسافر، هسافر السعوديه واطلع من السعوديه على الامارات. يا ابني انت مهزرش والله. مقتنع ان هو يعني لازم يسافر الامارات عشان يجيب موبايلات؟ ايوه هسافر. طيب بقى افتكرني في بايفونايه صغيره. 15 برو ماكس لو سمحت لما ينزل يعني. لا احنا هنجيب 12 حلو قوي 12 لا يا عم انا راضي بالايتل اللي 256. معايا، والله الايتل ده احسن اختراع في الدنيا. يوم ما هاجي عارف، يوم ما اجي اعمل ابجريد واطور من نفسي هجيب موبايل نوكيا. إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول، ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل، وذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. فصلت. صلاح، عارف يا صلاح ايه احسن حاجة في الدنيا؟ الصديق الصالح. بعد الصديق الصالح الزوجة الصالحة. ده مش كلامي، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لك خير متاع الدنيا الزوج الصالح. المرأة الصالحة. بري هيباتيك، الكوزز بتاعت البري هيباتيك ان هي الهيموليتيك انيميا. بالظبط. في حاجة كمان بقى، هيموليتيك انيميا. هيموليتيك انيميا بأسباب، اللي هو سيكل سيل انيميا دي اللي فيها هيدروجينيز. في حاجة كمان اللي هو بقى نزيف تحت الجلد، هيماتوم. تمام؟ ماشي. ذكرت أي حاجة بثبت بس اللي بقى عشان أتذكر هذه اللحظات. هنهحح عليها بعدين ان شاء الله. هي هنركز. مريم اختي هتصحى دلوقتي تقول لك واو واو واو. يا رب. تحس بقى ايه وانت لابس النضاره كده ولابس الكوفيه وبتاع، تحس ان انت فعلا دكتور. باين عليا من البراندل. باين عليك دكتور. جاهز للامتحان؟ تعتقد انه هيبقى صعب ولا سهل؟ بلاش، انت راضي عن المذاكره اللي انت ذاكرتها بجد يعني؟ انا راضي، انا حاسس ان انت قشطه، ما بركش اني بكروت معاك. طيب معايا. الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. احسنت. بس ماشي، انت كده ظهرت في الفلوج معايا. انت كده بلوجتني. فلوجيت. حط البوكس ورا. الحمد لله على السلامة. صورت ولا برضه كانت مش عارف؟ لا صورت. طب يلا. هي كانت بردانة تقريبا او عشان مسافرة على سفر تعبت فوميتنج. تعالى بقى الناحية. هو تقيل كده ليه يا ابني؟ تقيل. لا هو هاته معاك بقى. لا هات عشان لا خلاص. نجيب الاول مفتاح ما نخش فيه.
رغم ان انا متاكد لو خبطت هتلاقي العيال صحيه. ثاني انا عايز النهارده يعدي على خير، يا رب يعدي على خير. اشمعنى النهارده دون عن عشان بكره اوبريتيف، مش هقعد اذاكر، او هقعد اذاكر من غير من غير امتحان. بالظبط، من غير شيل هم اللي هتقعد تذاكر سيرجي؟ لا، ما هتذاكر ايه؟ هذاكر اوبريتيف. انا مكتفي باللي انا جبته. كام بقى اللي انت جبته؟ ما اعرفش بس مكتفي. مش حد يعرف. انت مش فاضي تذاكر اخر ترم. والله كويس يعني انت تذاكر اخر، بس ما فيش حاجات قوي. النهارده حصل معايا موقف سيء، بس الحمد لله عدى على خير يعني، وربنا أكرمني وعدها على خير زي ما كل مرة بيعدها على خير. كنت بذاكر لوقت متأخر، وبالرغم ان انا اصلا نهاية الستريم بدري، الا اني برضو معرفتش انام. عندي مشاكل في النوم اصلا الفترة دي، بقالي مثلا بتاع 6-7 شهور تقريبا نومي غريب، اللي هو ما بنامش خالص، حاسس ان انا ما بنامش. ده مأثر بشكل ما على تركيزي عموما. الفكرة ان انا نسيت ان انا اظبط منبه، حتى لو ظبطت منبه اعتقد ان انا مكنتش هصحى اصلا، لان انا كنت نايم متأخر جدا وكان بقالي بتاع 3 ايام مطبق مثلا تقريبا. فأمي جت تصحيني عشان هي ما كانتش تعرف ان انا عندي امتحان، ودي غلطة انا عملتها، المفروض كنت اعرفها. فهي متعودة ان انا لو ما صحيتش في ميعاد معين يبقى انا نايم متأخر، يبقى اصحى في ميعاد تاني عشان اروح الجامعة او كده. فللأسف ما صحيتش الصبح، المفروض كنت اصحى مثلا الساعة 6:30 7 بالكتير قوي. ما صحيتش وانا بسافر الجامعة، صحيت الساعة 8 8:10 بالعافية، وأمي صحتني. فحرفيا ما كنتش شايف قدامي يعني، كنت بجري معرفش اصلا لبست ازاي ولا غسلت وشي حتى. رحت طبعا الباص فاتني، ركبت ميكروباص بيسافر، قلت للراجل اطلع، نص العربية كان فاضي، قلت له يلا اطلع. الحمد لله صحابي يعني جدعان جدا، وقفوا جنبي وجابوا لي الحاجات اللي انا كنت محتاجها في الامتحان، لان احنا كان عندنا امتحان عملي وكده. فيعني الموضوع عدى بفضل ربنا يعني، تقريبا وصلت على الوقت بالظبط، او كان بعد 10 دقايق من بداية الامتحان. هو اصلا كان يعني ساعة الا ربع او حاجة زي كده. فالحمد لله الموقف عدى على خير، لكن كنت حاسس ان انا زعلان جدا ومتضايق، عايز اراجع نفسي في حاجات كتير. عايز اشوف انا ناوي على ايه وناوي اعمل ايه، عايز اخطط يعني بمعنى اصح. عايز اشوف ايه الحاجات اللي انا بعملها صح والحاجات اللي انا بعملها غلط. عايز وقفة مع نفسي، من زمان ما وقفتش الوقفة دي مع نفسي، بسبب ان انا يا كنت مشغول يا كنت ضايع. فحاسس ان ده الميعاد يعني، حاسس ان الموضوع ما ينفعش يتأخر اكتر من كده. حلقت على فكرة. لسه صاحي من النوم حالا، ومفروض النهاردة اصلا ما كنتش هنزل الجامعة، المفروض كان اجازة. المفروض كنت هنزل بكرة لان عندي امتحان بكرة، بس للأسف مضطر انزل النهاردة، لان امبارح الدربكة اللي حصلت معايا دي نسيتني حاجة او requirement كنت مفروض اسلمه.
فرحت للدكتور واستأذنت وقلت له ان انا نسيت وكده، واستأذنته ان انا اديهوله، فقال لي إن اخر ميعاد ليك بكره، ما تجيبوش بعد بكره. المفروض ان انا هنزل دلوقتي، يعني المفروض هنزل. والله الواحد تعبان جدا يعني، بس مضطر بقى يعني. انا بريكورد الفيديو ده ليه؟ بريكورد الفيديو ده عشان اعرفكم قد ايه الواحد بيبقى مضغوط وبيعاني وما بينامش، وان النتائج الحلوة مش معناها انضباط او مذاكرة بس، لا، احيانا بتحصل حاجات غير متوقعة، احيانا بتتعب، احيانا بتغلط، احيانا بتنسى. فاللي هو مفيش حاجة مثالية ابدا، والنجاح ما بيبقاش سهل خالص. انا امبارح كان اهم حاجة بالنسبة لي ان انا بس الحق امتحان، مش حتى ان انا اجيب درجة كويسة فيه ولا ان انا اعدي فيه، ولا لا، كان هدفي امبارح ان انا اعدي امتحان. فاحيانا طموحاتك بتقل بسبب الظروف، مش بسبب ان انت وحش او طموحك قليل او انت مقصر مثلا في المذاكرة او مقصر في الشغل، لا خالص يعني. ضن. الحمد لله، ربنا يسترها علينا في الباقي. المفروض دلوقتي نبدأ مذاكرة عشان أنا آخر يوم في امتحانات البراكتيكال بس بكرة إن شاء الله. أنا مش متفائل بالامتحان ده بصراحة، بس يعني احنا هنعمل اللي علينا وهناخد بالأسباب، وربنا هو المستعان وهو الموفق. يعني شايل هم امتحانات النظري من دلوقتي قوي، لأن أنا حاسس إن أنا متأخر، حاسس إن أنا بعيد كتير جدا، وحاسس إن في حاجات كتير تقيلة، حاسس إن الترم ده تقيل بصراحة. مش مصدق بصراحة ان خلاص ده اخر يوم مذاكرة في العملي مش مصدق خالص. وبصراحة ربنا كرم، يعني ربنا كرم الايام اللي فاتت. آه، هو الواحد يعني كان بيحاول يعمل اللي عليه وكده، بس كرم ربنا كان رهيب والله. كان لدرجة كبيرة جدا يعني. دي كمان لا، ده في تاني ان شاء الله، ودول كمان. والله خير، يعني خير باذن الله، ظننا خير. بحاول ان انا ما اعزلش نفسي يعني بقدر الامكان في فتره الامتحانات وكده، عشان الواحد مفروض ان هو يعني بيجيله اكتئاب لما بينعزل. فاللي هو بقول لا يعني مش مهم تخرج جامد قوي، وفي نفس الوقت مش مهم تقعد تذاكر قوي لدرجه ان انت تتخنق مثلا فتقعد يوم بحاله او يومين ما تذاكرش، وانت في عرض يوم حرفيا في فتره الامتحانات ان انت تذاكره. ودي حقيقه بصراحه، لا دح ولا اي حاجه، بس دي حقيقه ان احنا بنكون محتاجين فعلا كل ثانيه بنكون محتاجينها بصراحه. يعني هو مش عايز اكون مبالغ، بس هي دي الحقيقه. فبقول اللي هو بعد ما اخلص مثلا ساعتين 3 مذاكرة، 3 ساعات 4 ساعات ايا كان يعني اللي ربنا فتح على الواحد فيه، انزل شوية كده بالليل، يعني اتمشى، شم شوية هوا، غير جو كده، يعني عشان ايه ما تتضايقش، يبقى عندك اقبال. ف كلمت صلاح، هو كان مكلمني اصلا قبليها بصراحة عشان اكون صادق، وقال لي ان انا وحش وكده يعني، فهشوفه بقى عشان هو كمان وحشني. السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. عامل ايه يا خليلي؟ الحمد دي لله. كلها غيبة يا اخي، يا اخي يومين ما اشوفكش كتير، اقسم بالله ايه عليا بس يا صلاح، يا اخي، اقسم بالله كتير كنت حفظت فيها الانشودة. انت عارف ان انا راجل مشغول ايوه يابا، ومشاغل 230 سبسكرايب دلوقتي وشغل عالي، واخش اللايف عليه 19 واحد، اقول بسم الله ما شاء الله، مش عارف يشوف تعليق يبص التعليقات دي كلها. ادعي لنا يا اخي بقى نوصل ل 500. يا رب عقبال ال 500، ايه عقبال 500 مليون يا اخي. يا بقت صور مشهور هات كده اقول لهم حضن. ده خليلي يا اخوان. حضن. عملت لنا صفقة حلوة اه الحمد بجد. لله، مش قوي يعني،
قالت لي ب 10 اروح عليها بتقول لي 20. بس يلا خليها على الله. نعم وما رضيتش اكسبها عشان تروح يا الساعه عم دي. عادي، المهم يكون سخن. لا بجد؟ اه والله ما كنتش جبت يا راجل. ما رضيتش اكسبها. فمن خاف غيره سلط عليه، ومن تعلق بغيره كان شؤما عليا. بالظبط كده. فدي اختبارات من ربنا. انت كل ما بتنوي حاجه ربنا بقى بيبدا يحطك قدامك، يفتحها لك قدامك، يديلك مباحات. يشوفك بقى صح. بدل ما انت كنتش بتسعى لها هي بقت بتجيلك. شوف بقى انت هتعمل ايه. ربنا يعينك. فتن كتير قوي يا اخي. الغلط بقى الصح والصح بقى غلط. بس بقى- الحلال باين والحرام باين. بقت سهله. الحرام بقى سهل الحرام بقى سهل والحلال بقى صعب جدا. كان ماسك على الجمر. المشكله اللي ماسك على الجمر ده دلوقتي غريب. لازم جواله تبص له ايده بغرابه. للاسف الجمر. جواله ايده للجمر خلاص. رايحين نعمل ايه دلوقتي يا صلاح؟ احنا يا صديقي اعمل الكاميرا كده. ايوه جيب دي كده. كده قلبت علينا. دلوقتي يا صديقي امسك. بحاول اخليها يا جماعه يفلوج. دلوقتي يا صديقي احنا رايحين هنجرب حاجه جديده من فطير ابو علي. ابو علي؟ اه بجد؟ اه والله. فطير ابو علي دوت اشهر فطاطر عندنا في الزقازيق يا جماعه. هو من زمان كان الوالد بقى الله يمسيه بالخير ولسه موجود برضه ربنا يخليه لنا يعني. كان بياخدني لا يشوف الفيديو يضربني بعد كده. كان بياخدنا ونروح ناكل من عنده. كان بيجيب لنا الفطيره زمان بقى كانت الفطيره ب 4 جنيه 5 جنيه. ويوم بقى ما نكون بيتوصى بيجيب لنا ام 10. النهارده احنا هنروح نجيب فطيره ب 40 جنيه يا جماعه. ده الحجم الصغير. الحجم الصغير وكريمه كمان. وبعدين نقول ايه؟ عمار يا مصر. عمار يا مصر. النهارده صاحي رقبتي وجعاني جدا. تقريبا نمت غلط او حاجه ونمت كتير. تقريبا بعوض النوم اللي انا ما نمتوش الفتره اللي فاتت. حاجه زي كده يعني. حتى ما كنتش قادر اقعد. الموضوع مضايقني جدا. بس مش هنتوقف يعني هنكمل. انا المفروض دلوقتي عندي مذاكرة. انا دايما عندي مذاكرة بالمناسبة. بس بداية سنة جديدة وانا بصراحة مبسوط يعني. ده يكاد يكون قليل جدا الايام اللي انا بكون فيها مبسوط. واول سنة احس فيها ان انا مبسوط مش متضايق. جايز لان انا فهمت حاجات كتيرة وحسيت ان السنة اللي فاتت في خبرات اكتسبتها. بقيت مخلياني شخص اعرف اكون احسن، مش شخص احسن، شخص عارف ازاي اكون احسن. فبقيت عارف نقاط القوة بتاعتي ونقاط الضعف بتاعتي. وبقيت قادر ان انا اتحايل على نفسي او ان انا اخلي نفسي شخص احسن وانا مش حاسس او انا مش يعني اللي هو بتعب بس اللي هو بتحايل على نفسي. اتعلمت معاني كبيرة جدا زي معنى الصبر مثلا ان انت تصبر. وتعلمت ان الصبر مش سهل. الصبر فعلا صعب ومحتاج قوة كبيرة جدا. وتعلمت ان اللي ربنا كاتبه لك، ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لك هتاخده ايا كان الوقت وايا كانت الطريقة هتاخده. وان اللي ربنا سبحانه وتعالى مش كاتبه لك عمرك ما هتاخده مهما اخدت بالاسباب ومهما تعبت. فلا، الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول قبل ما أنت تفكر في أي نجاح، سواء كان نجاح ديني أو نجاح دنيوي أو أيا كان اللي أنت عايز تعمله. بس الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى دي رقم واحد قبل حتى ما تاخد بالأسباب. أتمنى إن الفلوج ده تكون نهايته سعيدة، تسعدني وتفرحني وتفرح أهلي بيا. أتمنى، لأن الفترة اللي فاتت ما كانتش أحسن فترة خالص. بصراحة كنت حاسس ان انا تقلت جدا على اهلي في حاجات كتير. انا نفسي ما كنتش كويس، كنت محتاج ان انا فعلا افرح. بس اكتشفت ان انت اللي محتاج to make your
own happiness. انت اللي محتاج تصنع السعادة بتاعتك. مفيش حد تاني هيجي يخليك مبسوط او يخليك فرحان. فما عنديش مشكلة خالص ان انا اتعب دلوقتي واجيب اخري. وانا مش هستسلم، عشان انا مش عايز نهاية، عشان نهاية الاستسلام واضحة ومعروفة بالنسبة لي وانا مش عايزها. انا عايز حياة جديدة، عايز جديد، ومش هعرف اخد ده لو استسلمت. وما عنديش مشكلة لو انا هغلط او هقع او هتمرمط او هفشل، وانا عارف ان انا هفشل وبفشل وفشلت، بس خلاص هو مبدأ، هي طريقة، مش هستسلم. ما عنديش خيار غير ده، هي دي الحاجة الوحيدة المتاحة بالنسبة لي، إن أنا مش هستسلم حتى لو فشلت، حتى لو غلطت، حتى لو فشلت بدل المرة 1000 مرة، وحتى لو كان فشلي بسبب نفس السبب، مش مهم، المهم إن أنا مش هستسلم. عشان نفسي في حاجة تفرحني، نفسي احس فعلا بالفرحة بس. تاني يوم بعد اول امتحان، يعني لسه صاحي اهو، كنت مطبق وما نمتش وبتاع وحاجات كده يعني. بس يعني الحمد لله الموضوع عدى على خير لحد ما. واول مادة بيبقى ليها تأثير عليك سواء بالإيجاب او بالسلب، طريقة حلك فيها والكلام ده. المفروض دلوقتي اقوم. انا شامم ريحة حاجة حلوة، انا شامم ريحة معمول، في ريحة قرفة، فيعني في ريحة معمول. فانا هقوم كده دعبس اشوف حاجة افطر بيها عشان اجي نبدأ في اللي جاي ان شاء الله. تقريبا ما عنديش ايام كافية غير الايام اللي ما بين اول مادة وتاني مادة، فانا هحاول اذاكر المواد يعني هحاول اشقلب الجدول واشوف الاولويات بالنسبة لي كده. والله المستعان. نتمنى ان اللي جاي يكون خير ويكون احلى يعني، وان عارف ان هو مش هيكون احلى، بس املنا في ربنا خير. الله المستعان. طب انا عايز اعرف حاجه، يعني ليه الشغل ده ما بيبقاش في الامتحانات؟ ليه الشغل ده هنا بس؟ تعالوا يا جماعه. بسم الله. جايب سندوتشات بطاطس وفول عشان امبارح ما اكلتش، عايزين ناكل عشان المذاكرة بتجوع. مش عايز اقول لكم اهمية الحركة دي ايه بالنسبة لي، بس هي مهمة جدا 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 جدا. لا لسه شوية كده، يلا عقبال الباقي ان شاء الله. كنت قاعد بفكر مع نفسي كده، لان انا بقالي يومين او 3 ايام مش طبيعي، وفي حاجة غريبة في طريقة تفكيري، او مش في طريقة تفكيري، في تصرفاتي بمعنى اصح. حسيت ان عزيمتي قلت، او ان الطبيعي اللي انا بعمله بقيت بعمل اقل منه، وده مش طبيعي لان انا بطمح دايما ان انا اعمل اعلى من كده. فانا دلوقتي عندي هدف اساسي بدخله من باب معين، انا ليه افتح ابواب تانية واشتت نفسي؟ ده كان السؤال. انا فاهم الحتة دي من زمان، فاهمها من زمان جدا كمان، وده اللي كنت بعمله. عيب انك تتغير. عمر بن الخطاب من اعظم 100 شخص في تاريخ البشر، اول هدف له كان قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، والان قبره مجاور لقبر الرسول واول خليفة للمسلمين. كان اول هدف له انه يقدر يا اخي الواحد يتغير، يا اخي الواحد يحتاج طريق. مو بعيب انك تخطي، مو بعيب انك تطيح، العيب انك تجلس طايح. لا يا اخي كمل طريقك يا مدير. كلنا نخطي، ما في احد في كوكب الارض ما يصفق وجهه بالارض، ما تصفق ضروسه وتتكسر، بس انه يقوم. قم وتغير، ما عمره يفوت الاوان. كلنا نقدر نتغير، كلنا نقدر نتغير. دامك طايح
والله يمديك تقوم. رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة يا صاحبي. اخيرا خلصت. مش مصدق خالص بصراحة. كان مجهود كبير جدا، مش طبيعي. ما كنتش اتخيل اصلا ان انا اقدر ابذل المجهود ده. كان فعلا سمستر صعب جدا، ولكن الحمد لله متفائل. ايا كانت النتيجة متفائل جدا، وواثق ان لسه في احسن من كده بكتير. أوضل ألسنا حقا بقلب سعيد، أما آن للروح أن تستعيد. عايز حاجة يا صلاح؟ اتكلم يا عم ولا اي حاجة. الو 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 الو